الإيجابي بين الأهلي والاتحاد بهدف لكلا الفريقين. أعود من جديد متابعينا معكم للحديث عن مباراة الهلال والشعلة ونشاهد أهداف اللقاء. بالنسبة للفريق الهلالي هذا هو الهدف الأول عن طريق الكابتن سلمان الفرج في الثانية 17 قبل اكتمال الدقيقة الأولى في الشوط الأول، وبعد ذلك أضاف الكابتن عبد العزيز الدوسري في الدقيقة 12 الهدف الثاني للفريق الهلالي، وبعده ب10 دقائق أضاف الكابتن ياسر القحطاني الهدف الثالث لنادي الهلال في الدقيقة 22، وها هو هدف الكابتن ياسر القحطاني من عرضية من اللاعب ويسلي لوبيز. وقبل نهاية الشوط الأول ب4 دقائق لاسانا ومن خطأ أو كرة ثابتة يسجل الهدف الأول للفريق الشعلاوي قبل نهاية الشوط الأول ب4 دقائق، لينتهي الشوط الأول بتقدم هلالي ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. في الشوط الثاني تمكن أيضا لاسانا من تسجيل الهدف الثاني بالنسبة لنادي الشعلة في الدقيقة 75، يقلص الفارق بين الفريقين إلى هدف وحيد. وقبل نهاية